عمرك قعدت في قعدة كبيرة وحواليك ناس كتيرة، حواليك ضحك وزحمة وصوت، ومع كل الدوشة دي انت جواك حاسس بفراغ. عمرك صحيت مع الصبح، بصيت حواليك، لقيت كل عيلتك حواليك، مراتك، ولادك، ومع ذلك كنت حاسس انك وحيد، وحيد لدرجة ان نفسك بقت أقرب صديق للوحدة. النهاردة هنتكلم عن وحدة مش معناها إنك قاعد لوحدك، لأ، دي الوحدة اللي جوه الزحمة، اللي ممكن تكسر إنسان وممكن تبني إنسان. طيب ممكن أسألك سؤال؟ عمرك حسيت الإحساس ده؟ إنك وسط أهلك ولكن منفصل عنهم، أو قاعد في شغلك في وسط زمايلك بس في قاعدة جوه نفسك محدش بيقرب ليها؟ الوحدة مش بس إن مفيش حد حواليك، الوحدة أعمق، هي إن مفيش حد فاهمك. سؤال: هل الوحدة قدر ولا اختيار؟ كان في فيلم اسمه ثرثرة فوق النيل، ده لنجيب محفوظ سنة 1966. بيحكي عن شلة أصدقاء قاعدين في عوامة مع بعضيهم، بيضحكوا وبيشربوا، لكن كل واحد فيهم غرقان في وحدة داخلية، بيهرب من مواجهة نفسه. هنا نجيب محفوظ إدى معنى للعزلة، وقال إن العزلة مش بس إنك قاعد لوحدك، ممكن تبقى محاط بناس كتيرة لكن روحك فاضية. كان شايف إن الوحدة مش دايماً سلبية، ساعات بتبقى مساحة للتأمل والبحث عن المعنى، لكن ساعات بتكون هروب بيدمرك. طيب عمرك حسيت الإحساس ده؟ حكايتنا بتقول كان في راجل عنده بيت وأسرة، وكل يوم يصحى على صوت ولاده ومراته معاه، لكن دايماً حاسس إنه وحيد. بيقول رغم إن المشاكل كتير في البيت عندي ودايماً الأم بتتخانق مع أولادها، بس عمري ما حسيت إن أنا منهم أو إن أنا جزء منهم. بيقول الوحدة ماشية معايا، أيوة، ماشية معايا في الشغل، في المكتب، الناس اللي حواليا بيتكلموا بيضحكوا وأنا ساكت، لدرجة إن أقرب صديق ليا بقى هو الوحدة. الوحدة خدت مني سنين، صحابي اترقوا وخدوا مناصب جديدة وأنا لسه قاعد مكاني. الوحدة بقت مش مجرد شعور، بقت حياة. تفتكر إيه اللي يخلي إنسان معاه أسرته ويبقى وحيد؟ هل الوحدة جاية من بره ولا جاية من جوه؟ علماء النفس بيقولوا الوحدة ليها نوعين، في وحدة اجتماعية وفي وحدة عاطفية. الوحدة الاجتماعية اللي فيها مفيش حد حواليك، والوحدة العاطفية اللي فيها الناس حواليك بس مفيش حد قادر يفهمك. في دراسة اتعملت في جامعة هارفارد قالت إن الوحدة المستمرة مضرة بالصحة زي التدخين أو أكتر كمان. ودكتور جون، مختص في علم الأعصاب النفسي، قال الوحدة مش مجرد شعور، دي إنذار زي العطش، بتقول ليك إن في حاجة ناقصة. سؤال: عمرك حسيت إنك حاسس بناس قريبين جدا بس في نفس الوقت كأنك غريب في وسطهم؟ الغزالي في إحياء علوم الدين في كتاب الخوف والرجاء قال الوحدة اللي بتعيشها النفس جزء من بعدها عن مصدر النور، وشبه القلب بالمراية، لو اتملت بنقط السواد اللي هي زي الشهوات والحقد والكذب، المعاصي يعني، هتعكس الوحدة. أما بقى لما ننظفها، البصيرة هتملى القلب بسكينة. مصطفى محمود قال أصعب وحدة إنك تبقى مش واحد لكن محدش حاسس بيك. في برنامج العلم والإيمان قال الوحدة ساعات بتبقى ابتلاء علشان تفهم نفسك وتسمع صوت جواك. وفي كتاب رحلتي من الشك إلى الإيمان ربط الوحدة بالبصيرة،
إن في اللحظة اللي تفهم إنك مش وحيد، لكن مع الله، هنا هتبدأ رحلة التغيير. سؤال هنا، تفتكر الوحدة دايماً شر، ولا أحياناً هي اللي بتخلي الإنسان يعيد اكتشاف نفسه؟ الوحدة ممكن تقتل وممكن تبني. الوحدة ممكن تكون سجن وممكن تكون مفتاح. الغزالي قال: القلب اللي ما يتنضفش هيعيش وحيد. مصطفى محمود قال: الوحدة اللي تقربك لنفسك مش نقمة. العلم قال: الوحدة إنذار، زي العطش، زي الجوع. في المرة الجاية لما تحس إنك وحيد، اسأل نفسك، أيوة، اسأل نفسك، هل الوحدة دي عشان أنا مفصول عن الناس، ولا عشان أنا مفصول عن نفسي؟ أنا إيمان هاشم، وده بودكاست بين السطور. لو حسيت إنك تايه، ارجع لي هنا في بين السطور، هتلاقي صوت نفسك معانا.